هي الفرق الافريقيه تتطور يوما بعد الاخر. سيمبا اصبح من الفرق المتميزه، بترو اتلتيكو وطبعا مامولدي سان داونز. فاذا مبروك للوداد هذا التاهل للمره الخامسه على التوالي في الدور النصف النهائي. مبروك مره اخرى للجماهير الوداد، ومبروك ليوسف المطيع الحارس الجديد على الفريق الذي كان سبب رئيسي في التاهل. وبالطبع ابارك لنجم الوداد ورفيقنا في الاستديو واصل يعني اعصاب احترقت. عزيز مبروك، وكان الله في عونك بصراحه في المباراه. بارك الله فيك. والجماهير الوداديه انا فرحان والله العظيم، فرحان للجماهير الوداديه اللي في منازلها وفي المقاهي وفي جميع انحاء العالم وفي الملعب ايضا. الصراحه هذا تمرين ما يصلح لاصحاب القلب الضعيف، لكن دعوات الناس اللي جاوا واللي حضروا وعاشوا في هذا المباراه اظن بان ما خيبوش. وانت عشت لحظات عصيبه وترتنا معاك، بس احنا كنا كلنا قلبنا مع الوداد بصراحه، ونفسنا الوداد يفوز والمباراه صعبت، لكن في النهايه مش هنتكلم في سلبيات. لا مش هنتكلم في سلبيات، رغم ان جريدو والمباراه وانت حدثت فيها، لكن نتحدث في الايجابيات. واهم هذه الايجابيات الحارس يوسف المطيع. انت قلت قبل ضربات الترجيح بصراحه انه سيتصدى لانه تالق في كاس العرش، وبالفعل تصدى لضربتين جزاء وكان سبب رئيسي في تاهل الوداد. لذلك انا ما حبيتوش يكون منرفز في بدايه المباراه، لانه متالق، لا حارس متالق، والوداد سوف يحتاجه لانه يتصدى لضربات جزاء بطريقه رائعه جدا، لأنه مش سهل أن تصدى لها ضربات جزاء، عنده تقنيات في التصدي لضربات جزاء مميزة للغاية، لذلك فعنده مستقبل كبير هذا الحارس. أظن أن ننقص من التجنوتين، أنا في كل فريق كبير يحتاج إلى حارسين وثلاث حراس على أعلى مستوى. اليوفي لما صعد بضربات الترجيح في الدوري الأوروبي كان هناك تحية من تشيزني الحارس البديل، وقال هو نجم المباراة. هذا أمر طبيعي في كرة القدم. بصراحة يوسف المطيع يستحق التحية والتقدير، طبعا بالإضافة لجماهير الوداد العظيمة. التقنيات تقنية رائعة جدا، ثقة وجراءة من الحارس، لأنه شوف هو لا يحرص في خطه، فهو يتقدم دائما. شوف دائما يتصدى للكرة، شوف هو يتصدى للكرة ويسبق الكرة ووصول الكرة، وهذا مهم جدا، لأن الحارس دائما اللي يتصدى أو ليدافع في خطه دائما ما تكون الكرة سبقه. أما إذا تصدى له وكان استباقي للكرة، يعني خدا واحد الطريق اللي كيشق وكيقطع طريق الكرة، فهو دائما يصلها بسرعة. مهم جدا. وكان يعني صراحة أنا فرحان لهذا الحارس، وفرحان أيضا للجمهور الودادي اللي خرج مبسوط، ولكن في انتظار تصحيح من غاريدو، لأن هذا الشيء لن يمنعنا من أن نصحح، لأن غاريدو مدرب الوداد، هو في الوداد، ولكن قابل أيضا للانتقاد في اختياراته اليوم. صحيح أن الوداد يقدم مباراة جيدة، ولكن كانت علامة استفهام على التشكيل، على الأسلوب، على الطريقة، حتى على في مباراة الذهاب. لكن الوداد يتأهل، وهذا مهم جدا. مبروك لكل العائلة الودادية. تمام. هيثم، يعني الكرة الأفريقية تتطور، حتى لا يعني طبعا اشدنا بالوداد وجمهوره وحارس يوسف المطيع وكابتن عزيز، يعني قال ان هناك سلبيات من جريدو في بعض التشكيله، لكن لابد ان نتحدث عن سيمبا. الفرق الافريقيه تتطور، يعني هناك طبعا مازيمبي ابتعد، لكن ظهر سيمبا، ظهر بيترو اتلتيكو، طبعا العملاق مامولدي سان داونز. فايضا لابد ان نعطي سيمبا حقه ان وصل الى هذا الدور وادى امام حامل اللقب بهذه الطريقه. في البدء نبارك للكابتن عزيز، بارك الله فيك، ونبارك لأمة المغرب كلها، وتحديدا وداد الأمة وجماهيره ولاعبين اللي أدوا أداء نوعا ما مقبول في هذه المباراة مع حارس مميز، أدى أداء عالي في تركيز عالي، كان في ضربات الجزاء، حارس بنتنبأ له بمستقبل رائع جدا مع كرة القدم، خصوصا انه صغير في العمر. فالوداد دي المرة الخامسة على التوالي، ده انجاز يحسب لنادي الوداد. 5 سنوات في نصف النهائي، ده انجاز كبير لنادي كبير. السنة الماضية هو البطل، فدي كلها تحسب لنادي بحجم الجماهير، بحجم المحبة اللي شاهدناها اليوم. يستحق جمهوره هذا الانتصار. بالنسبة لسيمبا، نفتكر انه اداره سيمبا وجمهور سيمبا لهم الحق في انه يكونوا فخورين بهذا التيم، فخورين بالاداء، فخورين بالكواليتي الموجود، فخورين بالمدرب وقرايته الجيده للمباراه. كان اقرب، نتكلم بالواقع بالحق، هم كان اقرب للانتصار في هذه المباراه، عطفا على شكل الاداء، على التسديد في المرمى، على الهجمات، على التحولات. يمكن عنده عيب واضح كان في دفاعه وما استغلاه الوداد في هذه المباراه.
وكان في ثبات في جزئيات الملعب كلها، كان في تواصل بين اللاعبين، في قرب في المساحات، في المسافات، في مهارات عاليه، في انسجام، في تكنيك عالي، في تكتيك عالي متواجد في المباراه. غاد الفريق انه يصل لضربات الجزاء ضد منه؟ ضد الفريق البطل لافريقيا. فيستحقوا ويستاهلوا الثناء والشكر عليه انه بتساهم قوه البطوله في تطوير الكره الافريقيه. تمام. واذا النهارده لفريق سيمبا كما اشدنا بالوداد، نشيد بسيمبا الفريق طبعا الافريقي المتميز صاحب تاريخ عريق في البطولات الافريقيه، ولكن النهارده لك له في قادم البطولات بمشيئه الله. نتحول مجددا الى ملعب اللقاء مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، ونتابع ردود الافعال بعد هذه الفرحه الوداديه. وداد الامه يتاهل الى الدور نصف النهائي. مجددا الى الاخضر نوالي، تفضل الاخضر. نعم أحمد، مرحبا من جديد. إذا عبر الوداد البيضاوي إلى المربع الذهبي وإلى ردود الفعل مباشرة. معي القائد يحيى جبران، واستسمحك يعني نبداو بالشباب. عبد الله حيمود. بطل مرحبا. اذا هنيئا بالتاهل. شكرا. كانت لحظات صعبه في الاخير، لكن تحقق الطموح، تحقق العبور. وهذه اللحظات ديما كتعيشها الوداد، ومن الواجب علينا نعيشوها ونكونوا في نصف النهائي ديال عصبة الابطال. وكنبغي نشكر الجمهور ديالنا، وهذه النتيجه كنهديها ليه، وانا فخور بالفريق ديالنا، وان شاء الله كنتمناو وحنا الاولين اللي تاهلنا لنصف النهائي عصبة الابطال، وكنوعدوا الجمهور ديالنا بالمزيد ان شاء الله، ونحققوا لا مبالاه ان شاء الله. شكرا عبد الله حيمود. والى القائد يحيى جبران، نفس الشيء، يعني صعوبات في الاخير، عذاب في المدرجات الجمهور، انتم كذلك، لكن جاء الغيث بعد ركلات ترجيح. وبالفعل يعني الحمد لله هادشي ماشي كيجي بالسهل، يعني كلشي الفرق الافريقيه لا سيما كلشي تطور، كلشي ولا بمستوى كبير. فاي مباراه غتلقى صعوبات لا سيما في ادوار متقدمه، يعني اي فريق تاهل فهو كيستحق عن جدار واستحقاق. دونك مباراه صعبه امام فريق اللي ما عنده ما يخسر، فريق لعب كل في كل. مباراه صعبه، فالحمد لله الاهم حاجه هي التاهل في هذا الوقت هذا، وكنتمنى ان شاء الله تكاتف جهود ونزيد خدمه ان شاء الله باش نكونوا احسن في قادم الدورات ان شاء الله، وفي قادم الادوار ان شاء الله. قادم الادوار يعني، والمباراه القادمه في الايام القليله المقبله امام نادي الجيش في الدوري المغربي. فرصه الوداد ربما ان حصلتم يعني على الفوز، تمكنتم من الفوز على الجيش، ربما يكون الانقضاض على المركز الاول. والحمد لله يعني واحد الهدف اللي كبير تأتينا اليوم هو التأهل نصف النهائي في الشامبيونز ليغ. فالهدف الاخر ديالنا في مسابقه اخرى للشامبيونا. فان شاء الله اللاعبين الكل في كل، حنا لاعبين على جميع الالقاب هذا الموسم، اي مشاركه، فعندنا فرصه يوم الاربعاء ان شاء الله باش كيف قلت نحتلوا الصداره. دونك ان شاء الله غنديروا لو ماكسيموم ان شاء الله باش تكونوا موجودين، باش نحققوا 3 بوان ان شاء الله اللي تعطينا الصداره، ونكملوا في مقدمه الترشيح ان شاء الله ديال الشامبيون. شكرا جزيلا يحيى جبران. شكرا. الشكر موصول اليك زميلي احمد، عوده اليك. شكرا زميل الاخضر نوالي على هذه اللقاءات، طبعا مع حيمود اللاعب المتميز الشاب الصغير صاحب السن الصغير لكن صاحب القلب القوي، وضربة جزاء رائعة تصدى ليها وصدها بشكل رائع أو سددها بشكل رائع. وطبعا النجم الكبير يحيى جبران صاحب الضربة الأولى، وصاحب طبعا الضربة الأولى التي فتحت باب طبعا التسجيل لفريق الوداد. نتابع أيضا اللقطة الحاسمة في هذه المباراة، وتصدي الحارس يوسف المطيع لضربة الجزاء التي حسمت تأهل فريق الوداد إلى الدور نصف النهائي، وردة الفعل الصعبة واللحظات الصعبة على كل جماهير الوداد. نتابع طبعا هذه الصدة، طبعا يعني نتابع هذه الصدة وتصدي الحارس الذي نشيد به في هذه المباراة، ونقول أنه هو نجم المباراة يوسف المطيع. طيب هذه طبعا لقطه كان عزيز بن نيج بجوارنا في حاله يرثى لها تماما. ولكن انا اشكركم، اشكر الجميع لانكم اليوم كنتم مشجعين ايضا وداديين وفرحتوا معنا. كلنا عرب اليوم، وحتى في الجالري ما قصروا والله العظيم، كلهم مع الوداد اليوم، كلنا مع الوداد اليوم، كلنا مع الفرق العربيه، وشكرا لكم. واظن بان كان فوز صعب،
ولكن هذا سوف يفتح الباب ل انت عاوز تتكلم العالم. المباريات القادمه ان شاء الله. لكن سان داونز سوف تكون مشكله سان داونز، لان مع ليس فيه مباراه ربما شباب بلوزداد امام شباب بلوزداد يعني سوف تكون المباراه صعبه، واظن بان اختيارات المدرب لازم تكون موفقه، خصوصا عندما يلعب امام جمهوره في الدار البيضاء لازم تسجل اهداف. شوف هذه الكره يتصدى لها الحارس كانت رائعه جدا، مطيع مره اخرى يؤهل الوداد، وهذا دور من الحارس، لكن ما كناش نوصلوا حتى لضربات الترجيح، وهذا هو الشيء الوحيد السلبي في المباراه. لكن اظن بان في مثل هذه المحن تخلق ايضا